صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت البيمبو الصحي بالشوفان بطريقة سهلة وبسيطة. اتحداك هيخلص من اول ما تعمليه. طعمه حكاية. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نور. بحب الاكل الصحي وهدف التشجيع على حياة صحية واكل صحي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ. 2 كوب دقيق شوفان. طريقة عمل دقيق شوفان في البيت هتكون موجودة في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها. رشة ملح بتظبط الطعم. معلقة صغيرة بيكنج باودر. معلقة كبيرة نشا، النشا صحي ما تقلقوش منه. معلقة كبيرة حليب بودرة. هقلب المكونات الجافة مع بعض كويس. النشا والحليب البودرة بيودوا طعم البسكوتة في حتة تانية خالص، وبيكون نفس طعم البسكوتة الجاهزة. انا مش متوفر عندي نشا او حليب بودرة، تقدروا تضيفوا مكانهم دقيق شوفان. بيضة بدرجة حرارة الغرفة. ربع معلقة صغيرة فانيليا، اللي متوفر عنده فانيليا سائلة هيستخدمها. 4 معالق كبيرة زيت جوز هند او اي زيت نباتي بتستخدموه في العادي. البديل سمنة او زبدة بلدي هنسيحها وناخد منها نفس مقدار الزيت. 4 معالق كبيرة عسل. اللي بيستخدم سكر دايت هتبدلوا العسل بالسكر، او تقدروا تعملوا ميكس ما بين السكر والعسل. التحلية حسب الرغبة، بتحبوا التحلية اقل هنقلل، بتحبوا التحلية زيادة هنزود حسب الحالة الصحية. للعجن هستخدم لبن بدرجة حرارة الغرفة. البديل مية او زبادي. الزبادي يسمى في دول اخرى روب. هقلب المكونات مع بعض كويس لوقت ما تتشكل معانا عجينة طرية فيها سنة من التلزيق. هنقلب مش هنعجن، البسكوتات مش بتتعجن. كل ما بنقلب كل ما الشوفان بيمتص معانا السوائل والعجينة بتتقل معانا. استخدمت ربع كوب لبن. الربع كوب بيعادل 3 معالق كبيرة. هو ده كده القوام المناسب، عجينة طرية ملزقة. هو ده كده بيكون شكل القوام عشان ناخد شكل القوام بعينينا. انواع دقيق الشوفان بتختلف من نوع لاخر حسب قابلية النوع لامتصاص المكونات. اذا حسينا اننا عشان نوصل للقوام ده محتاجين نضيف معلقة من دقيق الشوفان، تمام جدا هنضيف. اذا العجينة جت تقيلة معانا ومفرولة هنضيف معلقة من اللبن او المية ونقلبها لوقت ما نوصل للقوام ده. هغطيها واسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. بعد ما العجينة ارتاحت لمدة 10 دقايق، الشوفان امتص السوائل والعجينة بقت متماسكة معايا بالشكل ده. هضيف العجينة ما بين كيسين او ورق زبدة. هفردها سمك متوسط، ولا رقيقة ولا سميكة. في الوقت ده هنشغل الفرن ونهدي درجة الحرارة عشان الفرن يسخن معانا لوقت ما نخلص تشكيل. هنبتدي نقطعها بأي شكل مدور متوفر عندنا أو بمج الشاي العادي عشان تكون نفس شكل البسكوتة الجاهزة. معايا صينية دهنتها بنقطة بسيطة بس من الزيت، هضيف فيها البسكوتات اللي شكلتها. ده كده بيكون سمك البسكوتة. نحاول اننا منزودش سمك البسكوتة عشان اي بسكوتات فيها بيض حجمها بيزيد في التسوية. شكلت الكمية كلها بالشكل ده. هدخل الصينية على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الشبكي اللي في النص، وهتابع التسوية. اول ما الاقي البسكوتة اخدت لون ذهبي من تحت في التسوية هبتدي اشغل عليها الشواية لمدة دقيقتين عشان الوش ياخد لون ذهبي. بعد ما البسكوت يستوي نسيبه يبرد تماما بدون ما نمسكه عشان ما يتكسرش. البسكوت خرج من الفرن. الريحة وقت التسوية وهمية. ده كده بيكون شكل البسكوتة، ودي كده بتكون درجة التسوية. ناخد بالنا وقت التسوية عشان البسكوتة بتاخد لون بسرعة. مقرمش وجميل جدا. تقدروا تكتفوا بشكله كده. انا هزينه بالشوكولاتة عشان يكون نفس شكل البسكوتة الجاهزة. سيحت شوكولاتة على حمام مائي، نوع الشوكولاتة حسب المتوفر عندك. قدمت معاكم طريقة الشوكولاتة الدارك، هسيب اللينك في صندوق الوصف، تقدروا تستخدموها في التزيين في الوصفة دي. هبتدي اضيف شوكولاتة على البسكوتة. هوزع الشوكولاتة على البسكوتة. هضيف عليها بسكوتة تانية.
وقت ما نقطع البسكوتة نحاول اننا نخلي سمكها رقيق عشان حجمها تضاعف في التسوية. ممكن جدا نكتفي بشكل البسكوتة كده بحشو الشوكولاتة. وعشان نخليها نفس شكل البسكوتة الجاهزة هنبتدي نغلفها بالشوكولاتة بالشكل ده. هضيفها على ورق زبدة او اكياس تلاجة عشان تتماسك. هكرر نفس الخطوات في الكمية كلها. هبتدي احشي البسكوتة شوكولاتة. هوزع عليها الشوكولاتة. هضيف عليها بسكوتة تانية. هغلفها بالشوكولاتة. هضيفها على كيس التلاجة عشان تتماسك. ده كده بيكون الشكل النهائي. روعة! البسكوتة بدون حشو الشوكولاتة وبدون تغليف طعمها حلو جدا جدا، عجبت الأطفال جدا. التحلية مظبوطة فيها. تيجوا نقطع واحدة ونشوف الشكل والطعم ايه. ده كده بيكون شكلها وهمي. تيجوا ندوق ونشوف الطعم ايه. بدون مجاملة الطعم حكاية. اتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات. مناسبة جدا لللانش بوكس للأطفال والكبار وكل محب الأكل الصحي. هناخد واحدة كسناك مع مشروبنا المفضل. مناسبة للأعياد والمناسبات، ضيافة صحية. قدمت معاكم وصفات كتير لبسكوت الشوفان، جمعتها في قائمة تشغيل هسيبها لكم في صندوق الوصف. قدمت معاكم طريقة بسكوت دايجستيف بالشوفان فقط، هسيبها لكم في صندوق الوصف. وقدمت معاكم بسكوت ألكر التمر بالشوفان، هسيبها لكم في الوصف. وقدمت معاكم طريقة بسكوت لينو بالشوفان وجوز الهند. ملاحظات مهمة: استخدموا قطعة حجمها أصغر من اللي استخدمتها عشان البسكوتة يكون حجمها صغير ما تكونش كبيرة. وقت ما نقطع البسكوتة خلوا حجمها رقيق شوية لأن أنا عملتها سمكها متوسط، حجمها ارتفع في التسوية. تاخدوا بالكم وقت التسوية عشان البسكوتة دي بتاخد لون بسرعة. ما تنسوش لايك لو عجبكم الفيديو. كومنتاتكم الحلوة بتشجعني جدا استمر. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد. دمتم بصحة وعافية.